واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم. الحمد لله. الحمد لله الذي له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الناس، ما أحوجنا أن نتحلى بضبط النفس في هذه الأيام العصيبة، أيام يطرق الفتن أبوابها ما ظهر منها وما بطن، أيام إن لم يحسب لها حساب قد تغلب وتقلب علينا لمصلحة غيرنا. نعم يا ترى، لأنها موسم الاختبار والاختيار لشخص يقدر أن يمثلنا حق التمثيل في مجلس الشعب السنغالي. لذا أيها الناس، فعليكم جميعا بالتريث والتدقيق جيدا بما سوف تختارونه، وأهم شيء فيما سوف تختارونه أن يكون صالحا في أقواله وأفعاله، وأن يجتنب الكذب عن نفسه وعن شعبه، سيما إذا كان المترشح هو مسلم. نعم، لأن المسلم أيها الناس قد يسرق وقد يزني وقد يشرب الخمر لكنه لا يكذب. وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا نبي الله، هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون من ذلك. قال: يا رسول الله، هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون من ذلك. قال: يا نبي الله، هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. إذن انظر عظمة ذنب الكذب. المسلم قد يرتكب كل الأخطاء إلا الكذب، فإذا المسلم لا يكذب. وفي الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لذا أيها الناس، على المؤمن أن يجتنب هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي نهج قضاء الحاج لشيخنا الخطيب رضي الله عنه: واعلم بأن خلف وعد وكذب من آفات الحديث عنه مجتنب. أيها الناس، إذا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال في رواية: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الناس، واعلموا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها كثروا اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوجدت اعوجدنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن
الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم.